بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا في قناتي اميرة الطبخ اسماء محروس. النهارده انا مش هطبخ اكله ولا هعمل وصفه. لكن هعمل حاجه مهمه جدا ما تقلش ابدا عن اهميه الطبخ والوصفات. هقول لكم ازاي نسيح الزبده، لان كل سنه وانتم طيبين، احنا في الشتاء وده الموسم بقى بتاع تسييح الزبده وتخزينها لسمنه بلدي. انا النهارده هقول لكم تجربتي مع زبده المصريين. هي زبده في منها بقري وجاموسي. شركه ممتازه جدا. الكواليتي بتاعتها عاليه قوي. انا مش بعمل لها اعلان طبعا ولا حاجه، بس انا بقول تجربتي معاها. انا جربت النوعين وفعلا انبسطت منها قوي، لان ريحتها جميله بعد ما بتتسيح، بيبقى فيها ريحه السمنه البلدي بالظبط، وكمان ليها ترميله كده حلوه. بس اهم حاجة لما نشتريها نتأكد انها من مصدر الشركة نفسها، مش مغشوشة، وده بيبان طبعا في العبوة بتاعتها وتغليفها. لان في شركات كتير قوي عاملة نفس المنتج، لان هو بصراحة الصدى بتاعه عالي قوي، وهي حلوة جدا بصراحة عن تجربة. انا هجرب معاكم النهارده الزبده الجاموسي، الزبده البيضه. زي ما انتم شايفين كده الزبده متغلفه كويس قوي، وعليها الستيكر بتاع شركه المصريين، والاسم واللوجو الاصلي. ناخد بالنا كويس قوي ونستعد ازاي. هقول لكم كده على كام تريكايه في الزبده لما نيجي نسيحها، علشان هي تسيحها سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. لكن في تكه بسيطه كده ما بين انها ما تستويش وانها تتحرق. هقول لكم ازاي النهارده نسيح اي كميه من الزبده، زبده اي نوع طبعا، وتسيح بنجاح، ونحصل بقى على سمنه بلدي حلوه جدا هتقعد معانا خزين من السنه للسنه ان شاء الله. اول حاجه على النار انا بحط الزبده، تكون يا ريت تكون بدرجه حراره المطبخ. ما ينفعش تبقى اخرجها من الديب فريزر كده وابدا اسيحها على طول، علشان تبدا تسيح كلها بوقت واحد وبمستوى واحد. ما تبقاش هي لسه بتستوي ولسه قلب الزبده جوه لسه مسحش. هحطها زي ما قلت بدرجه حراره المطبخ، وكمان هوطي النار عليها. انا عايزه نار هاديه جدا عليها. الحله اللي انا هسيح فيها يا ريت يكون قعرها موزع كويس للحراره، يعني يكون سميك شويه. بلاش الحلل الخفيفه اللي هي ممكن تحرق بسرعه. انا حطيتها كده على النار وهديت النار. زي ما انتم شايفين واحده واحده كده بدات ان السمنه تدوب معايا وتسيح، شايفين بالشكل ده. بكرر تاني لازم النار تكون هاديه علشان السمنه كلها تسيح بنفس الدرجه. كده تقريبا السمنه بدات تسيح اهي. هنلاحظ بقى ان هيتكون كده رغوة او زي رغوة كده او فوم ابيض على الوش، شايفين؟ اهي بدأت السمنة تسيح معايا ما شاء الله. هنبدأ بقى نقلبها كده على هادي شوية شوية، لغاية لما السمنة كلها تسيح، ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، وتبدأ بقى انها تخش في مرحلة السوا. خدوا بالكم السمنة لو مسحتش كويس او استوت كويس، واتبقى فيها كده ميه مكان ما اتحولت يعني من الزبده لسمنه، هتبوظ وهتعفن معانا. هنبص نلاقي ان الزبده باظت او السمنه البلدي باظت، مش هتستحمل، وهيتكون فيها كده نقط من العفن، ده نتيجه وجود رطوبه فيها مسحتش كويس. وفي نفس الوقت لو استنينا عليها في السوا قوي، في ثواني هنبص نلاقيها اتحولت للون الغامق، معنى كده ان السمنه اتحرقت، ومعنى كده انها كمان بتبقى خطر جدا على الصحه. ولازم في المرحله دي نتوقف عن استهلاكها ونتخلص منها لانها مش هتنفع. شايفين النار هاديه جدا ازاي؟ انا هديت النار كمان عن لما حطيتها، النار كده شمعة بسيطة جدا. تبدأ بقى السمنة تغلي أو الزبدة تغلي كده على مهلها، تخش في السوا كده بشويش علشان تستوي كويس قوي ومن غير انها تتحرق. هبدأ بقى ان انا كل شوية كده يا ريت ان انا افضل مراقباها. ما ينفعش ان انا وانا بسيح الزبدة ان انا اخد بعضي واخرج من المطبخ ولا اي حاجة. لازم اكون واقفة معاها، معلش هتعب شوية بس علشان اضمن سوا ممتاز للزبدة. هقلبها كده تقليبة كل شوية، هقعد اقلب فيها كده. تمام، انا خطواتي لغاية دلوقتي ماشية صحيح جدا.
شايفين بقى؟ لان النار هادية هتبدأ بقرة كده من السمنة تبدأ تظهر، اللي هي اللي جوه اللي بتغلي دي. هيبدأ بقى ايه، دي مرحلة السوا بقى. هنا بقى ايه، السمنة البقرة دي زادت شوية، كل شوية هتزيد لغاية لما تملى الحلة كلها. واخدين بالكم؟ هديها برضو كده تقليبة بسيطة، لان هي لسه ما رقدتش تحت، ولسه ما المرتة ما بدأتش تتكون. المرتة طبعا الناتجة عن تسييح الزبدة. تقليبة بسيطة كده. هنلاحظ برضو البقرة دي هتتكون تاني. دي بقى مرحلة دخول السمنة في السوا، او تحويلها من زبدة لسمنة بلدي. كده الخطوات بتاعتي تمام جدا مظبوطة. زي ما قلت يا ريت ما نسيبش الزبدة تسيح كده ونخرج من المطبخ خالص. لازم نبقى متابعين واخدين بالنا كويس قوي، لان بتبقى في ثانية واحدة بس او شعرة بسيطة جدا ما بين ان الزبدة تستوي وتبقى سمنة، وما بين ان هي تتحرق زي ما قلت قبل كده. هتفضل بقى كده المرحلة كده بهدوء لغاية لما نوصل للشكل ده. واخدين بالكم؟ السمنة بدأت تبقى صافية، اللون بدأ يبقى شفاف كده. السمنة خلاص داخلة في مرحلة السوا. لما زيح بقى الحاجات دي، هي اصلا الحاجات اللي هي اللي عامله فوم ديت، دي انا بصفيها. هي اصلا سمنه يعني، بس طبعا انا عشان اخد سمنه رايقه كده وصافيه. هي كمان زي ما انتوا شايفين دلوقتي بدات تلم كده خالص على الجناب. شايفين بقى؟ واخدين بالكم من قاع الحله بدا يبقى فيه طبقه كده، يعني بتبقى معتمه شويه، بتبقى بيضه. دي بقى المرتة. كده السمنه خلاص داخله في السوا. زي ما قلت هناخد بالنا، لان المرحلة دي والوقت ده بالذات حساس جدا جدا. السمنة زي ما انتوا شايفين كده لونها ذهبي فاتح، راقد خالص، ما بقاش فيه اي حاجة كده من البيضة بتعوم عليها ولا اي حاجة. خلاص كل الحاجات اللي كانت عالقة فيها دي رقدت تحت في قعر الحلة. ودي خلاص هي دي طبقة المرتة. اللي اتبقى بس طبقة السمنة، اللي هي السمنة الشفافة الكلير قوي الواضحة دي زي ما انتوا شايفين. في المرحلة دي بقى انا هطفي النار خالص، واسيب السمنة تكمل سواها على درجة حرارة السمنة نفسها. خلاص مش هفتح النار عليها تاني، هقفلها. باقي الحرارة اللي موجودة في السمنة نفسها دي اللي هتكمل سواها بيها، ودي بتبقى حاجة بسيطة خلاص. وده شكل السمنة بعد انا ما صفيتها وعبيتها في العلب. طبعا انتوا مفترض تعبوها في برطمانات ازاز بتكون متعقمة كويس قوي، بس انا بستخدم علب تبروير انا معقماها. لازم العلب اللي انا هضيف فيها السمنه او البرطمانات تكون ناشفه تماما، ما فيهاش ولا اي نقطه ميه. ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنعبي السمنه تكون آه، هديت شويه من النار. وهصفيها كده بمصفى برضو احتياطي وانا بعبيها، علشان ما يكونش في اي شوائب كده تخش لي في السمنه. ما شاء الله الكميه ممتازه جدا. دول حوالي 3 كيلو من الزبده عملوا لي الكميه دي من السمنه، كميه كويسه جدا. ده بقى شكل المرتة. انا بعد ما صفيت السمنه رجعت المرته بس على النار، اخدت تشويحه بسيطه ورشه ملح كده، وعبيتها في طبق. الريحه طبعا تحفه جدا، لا يعلى على ريحه السمنه البلدي اكيد. السمنه دي بقى تقعد معاكي يعني ان شاء الله لغايه لما تخلصيها بالهنا والشفا. سمنه ممتازه. هتلاقيها بعد ما تبرد كده تشيليها في التلاجة او تشيليها بره في المطبخ براحتك. ده بقى شكل المرته بعد ما طلعت. المرته دي بتبقى حلوه جدا. الناس اللي بتحب تعمل المش في البيت يحطوا عليه المرته دي، بتبقى ممتازه طبعا. بس انا بفضل اكله كده مع العيش، بتبقى لطيفه كده وطعمها حلو. تقدري تخزني السمنه كده معاكي ان شاء الله هتلاقيها سليمه زي الفل، ما فيهاش اي عيب. دي الطريقه الصحيحه لتسييح الزبده وتحويلها لسمنه. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك عليه، وسبسكرايب للي لسه مشتركش في القناه، وتفعيل الجرس علشان يجيلكوا اشعار بكل جديد بقدمه. وبإذن الله أشوفكوا تاني في فيديوهات تانية كتيرة ووصفات تانية كتيرة مع أميرة الطبخ أسماء محروس. باي باي.